بسم الله الرحمن الرحيم. بنكمل موضوعنا عن أهمية تنمية الموارد البشرية وتبني مفهوم التباين والتكامل. والنهاردة هنشوف علاقة التباين والتكامل بإدارة الوقت. زي ما قلنا إن التباين والتكامل في البيئة الاجتماعية أو الاقتصادية بيفيد البيئة الاجتماعية ويفيد البيئة الاقتصادية من حيث إدارة الوقت. وبنضرب مثال لكده أو بنقول مثال لكده. المجتمع بيبقى فيه التاجر، بيبقى فيه صانع الأحذية، بيبقى فيه الطبيب، بيبقى فيه المهندس، بيبقى فيه الفلاح أو المزارع. طوائف مختلفة من الحرف والمهن والصناعات، وهذه الطوائف متباينة، كل واحد بيتخصص في مجال عمله، وفي نفس الوقت كل واحد بيفيد الآخر. بالفرض مثلا لو صانع الأحذية حب يستنى غرس الزراعة اللي هياكلها، هينتظر موسم كامل علشان يبدأ يتناول الوجبة بتاعته. كذلك بالنسبة للفلاح لو حب ان هو يدرس الطب علشان يعالج نفسه، هيضيع عمره في الدراسة وهو في حالة مرضية. كذلك بالنسبة للمدرس لو فكر ان هو يصلح الحذاء بتاعه، هيروح الوقت بتاعه في تصليح الحذاء، وفي نفس الوقت مش هياخد المنتج النهائي الجيد اللي هيديهوله صانع الأحذية. التباين والتكامل بيفيد البيئة الاجتماعية والبيئة الاقتصادية في توفير الوقت بالنسبة لكل طرف من الأطراف الاجتماعية أو الأطراف الاقتصادية، من حيث إن بيوفر وقت المهندس، بيوفر وقت الفلاح، بيوفر وقت صانع الأحذية ليتفرغ لصناعته أو حرفته اللي هو بيجدها واللي بتدر عليه دخل علشان يقدر يوفر احتياجاته على المستوى العائلي أو على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. بالنسبة لمثال تاني لموضوع التباين والتكامل وعلاقته بإدارة الوقت، الحروف الأبجدية 28 حرف بتبدأ من الألف إلى الياء. كل حرف له شكل مختلف وطريقة مختلفة في النطق، ولكن لا يمكن استخدامها متتابعة. يعني ما ينفعش أكتب 5 حروف ألف ورا بعض ويبقى لهم معنى، لازم بيبقى تشكيلة مختلفة من الحروف وتشكيلة متباينة وبتدينا معنى نفهمه ونتداوله. كل حرف له بعد زمني وله شكل في الكتابة وفي الرسم. وبالنسبة للناس اللي هي بتتعامل مع الصوتيات سواء في مجال تجويد القرآن أو في مجال الغناء، في مجال تجويد القرآن بنجد إن في مد حلقتين، مد 3 حلقات، مد 4 حلقات، مد 6 حلقات، بتبقى محسوبة الفترة الزمنية للنطق لكل حرف بنستخدمه في عملية التجويد. كذلك في الصوتيات في مجال الموسيقى بتبقى محسوبة التون والنص تون وفي ربع تون في النغم الشرقي أو في الألحان الشرقية موجود لغاية الربع تون. حتى السكتة بتبقى محسوبة في النوتة الموسيقية، وده نوع من أنواع إدارة الوقت في مجال الصوتيات. يبقى قلنا إن التباين والتكامل له علاقة في مجال الصوتيات سواء في الحروف الأبجدية 28 حرف أو في على السلم الموسيقي اللي بنستعمله الدو والري والمي والفا والصول واللا. كل حاجة من دول متباينة عن الأخرى، ولكن بالتكامل بتاعهم بيدونا إنتاج فني رائع وباستخدام الفترات الزمنية التون والنص تون والربع تون. والتباين والتكامل في الحرف والمهن في البيئة الاجتماعية والبيئة الاقتصادية بيبقى فيها إدارة للوقت لكل الجهات المستفيدة من هذا التباين ومن هذا التكامل وتوفير للوقت. وبنقصد بإدارة الوقت هو الاستثمار الأمثل للوقت أو الاستغلال الأفضل مثال تاني للتباين والتكامل وعلاقته بإدارة الوقت عبارة عن فندق من 15 دور، المفروض انه يتبنى في وقت لا يزيد عن 5 أيام، لأن المكان اللي هيتبنى فيه الفندق غير قابل ان يتم إشغاله أكتر من 5 أيام. يعني مكان حيوي هيعطل المرور في المنطقة، وبالتالي لابد من اختزال الوقت اللازم لتركيب هذا الفندق إلى 5 أيام ولا يزيد عن ذلك.
طبيعة العمل في الفندق بحسابات الوقت المحدودة بتختلف عن طبيعة العمل بحسابات الوقت المفتوح، وبالتالي هيحتاج العمل لخطة خاصة. ومن ضمن متطلبات هذه الخطة إن هيكون في شهور تسبق عملية التركيب، وهتبقى هذه الشهور عبارة عن تركيبات للوحدات، تجهيزات للوحدات اللي هتركب في الفندق من ناحية تانية عمليات حسابية على الأوراق، عمليات هندسية على الأوراق، تدريب للعمالة اللي هتقوم بتركيب هذا المبنى في هذا الوقت القصير. طيب هنعمل ايه علشان نعمل هذا العمل في اقل وقت ممكن بمنظور التباين والتكامل؟ لو بصينا لكل دور في المبنى على انه وحدة متكاملة، وقسمنا الوحدة دي الى انماط من الاعمال، بمعنى اعتبرنا ان تركيب الجدران الحواجز الرأسية نمط، واعتبرنا ان تركيب الهياكل الافقية نمط، والهياكل الرأسية نمط، الوحدات الزجاجية نمط، إلى آخره من الأنماط. وكلفنا كل 3 عمال أو 4 عمال بإن هم يتولوا نمط معين ويطلعوا مع النمط ده 15 دور. يعني كل 4 أو 5 عمال هيتولوا نمط معين ويطلعوا بالنمط ده 15 دور. إيه الميزة اللي موجودة في التقسيمة دي؟ أولا المهارة والإتقان بالنسبة للنمط. بتقسيم العمل على مستوى كل دور إلى أنماط هنستفيد من أن يكون في إتقان في العمل ومهارة واختزال للوقت، لأن كل نمط هيقوم به مجموعة من العمالة على مستوى كل دور من الأدوار ويطلعوا به لغاية الدور 15. في تباين في الأنماط، هيبقى في تكامل على مستوى الوحدة ككل، هيبقى في اختزال للوقت، وفعلا ده اللي بيتم وبينجح المشروع، وبيتم تركيب 15 دور للفندق في ال5 أيام المحددة لذلك. ده كان موضوعنا النهاردة عن مفهوم التباين والتكامل وعلاقته بإدارة الوقت، وده من المفاهيم اللي يجب على إدارة تنمية الموارد البشرية إن هي تتبناه للنهوض بالكيان الاقتصادي ككل، وللنهوض بمستوى الأداء ومعدل الأداء للعمالة داخل
المنشآت. شكرا لكم. دكتور هشام يوسف.